السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. قد فاحت الأرض وردا وريحانا. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا لما خلق الخلق لم يخلق البشر فحسب وإنما خلق عوالم أخر غير البشر. خلق الله تعالى الملائكة، خلق الله عز وجل الجن كما أنه خلق البشر. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه ويخلق ما لا تعلمون. فقد يكون هناك عوالم أخرى غير الملائكة وغير الجن قد خلقها الله تعالى، ربما في كواكب لا نعرفها ولا ندركها، لكننا نوقن تمام الإيقان 100% أن الله جل وعلا قد خلق خلقا كثيرا كما شاء سبحانه وتعالى وأراد. من ضمن هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو خلق خلقه الله جل وعلا قبل أن يخلق الإنس وقبل أن يخلق الجن. هذا الخلق ذكره الله تعالى في القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش مع الناس. هذا الخلق يحب أشياء ويبغض أشياء. هذا الخلق ما ذكر الله تعالى نبيا من الأنبياء إلا وذكر معه هذا الخلق في قصة من القصص أو حادثة من الحوادث. هذا الخلق يختلط بنا ويعيش معنا، ولو أنه جاز لنا أن نراه لرأيناه الآن فوقنا في هذا المجلس المبارك يحفنا بأجنحته. فما هو هذا الخلق؟ وما هي طبيعته؟ وما هي مادة خلقه؟ وماذا يحب وماذا يكره؟ وهل كان له قصص مع السابقين؟ وهل يمكن لنا أن نراه، أن نرى الملائكة وهي تذهب وتجيء؟ هل الملائكة تأكل؟ هل تشرب؟ هل تتزوج؟ هل تنام؟ هل تموت؟ أيهما أفضل، الناس الصالحون أم الملائكة؟ لعلنا أن نقف مع ذلك وقفات خلال هذه الدقائق التي بين أيدينا. أما الملائكة فقد كانوا موجودين منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض. ولما أراد الله جل وعلا أن يخلق آدم قال سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر الملائكة أني سأجعل في الأرض خلقا يخلف بعضهم بعضا. الملائكة تعلم أنه قد كان في الأرض من قبل الجن، وهؤلاء الجن الذين خلقهم الله تعالى وأوجدهم في الأرض أفسدوا في الأرض وتقاتلوا وسفكوا الدماء. فلما علمت الملائكة أن الله تعالى سيخلق خلقا آخر في الأرض خشيت الملائكة أن يكون حاله كحال الجن،
فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فسألت الملائكة كيف يا ربي تخلق هذا الخلق مع أننا نحن نسبح ونقدس لك وننزهك عن جميع النقائص، وهؤلاء الخلفاء الذين ستجعلهم قد يفعلون كما فعلت الجن. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك خلق الله تعالى آدم وأسجد الله تعالى له ملائكته. من ذلك التاريخ بدأت علاقة الملائكة بالبشر، بدأت العلاقة تقوم بين الملائكة وبين البشر، وجعل الله تعالى بين آدم وبينهم أشياء. من ضمن ذلك أن الله تعالى أول ما خلق آدم قال له اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام وقال لأولئك الملائكة السلام عليكم، فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه كلمة ورحمة الله. ثم بعد ذلك أصبحت هذه التحية التي حيت بها الملائكة آدم أصبحت هي تحيته وتحية أمته من بعده. مات آدم عليه السلام، فلما مات آدم تحير أبناؤه ماذا يفعلون به، ماذا يفعلون به؟ فنزلت الملائكة وغسلته وكفنته ثم علمتهم كيف يصلون عليه ودفنته. الكعبة أول من وضع أساساتها هم الملائكة. ألم ترى أن إبراهيم عليه السلام لما جعل زوجته هاجر وابنه إسماعيل لما جعلهما عند في الوادي المحرم جعلهما في مكة رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب كيف عند بيتك المحرم وإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة؟ يعني لم يكن هناك كعبة إبراهيم لما وضع زوجته وابنه، كيف قال عند بيتك المحرم؟ هو أصلا ما يوجد بيت إلى الآن. قصد إبراهيم عند موضع بيتك المحرم. لذلك قال الله تعالى بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لم يقل إنه يضع القواعد للبيت الحرام موضوعة وموجودة، لكن مع كثرة الحوادث على الأرض انهدمت الحجارة، لكن القواعد في عمق الأرض موجودة. إذن من أول من بنى البيت الحرام؟ هم الملائكة. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس الكعبة أول من بناه الملائكة. الملائكة لهم أعداد عجيبة ولهم أشكال متعددة ولهم أجنحة ولهم قصص مع المؤمنين السابقين واللاحقين. سأحاول خلال هذه الدقائق أن أمر معكم مرورا سريعا على بعض ما وقع من الملائكة مع الناس. أرسل الله تعالى إلى مريم ملكا وهو جبريل الذي هو أعظم الملائكة، وسماه الله تعالى الروح، كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها. وقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذا الملك أرسل إلى مريم لأجل أن ينفخ فيها من روحه ولأجل أن يكون في بطنها عيسى عليه السلام، وجعل الله تعالى الملك يتمثل لها بشرا سويا. أرسل الله تعالى الملائكة إلى إبراهيم لما أراد الله تعالى أن يهلك قوم لوط، مرت الملائكة بإبراهيم تبشره بالبشرى. أي بشرى؟ إبراهيم كبرت سنه ورق عظمه وبلغ من الكبر عتيا ولم يرزق بأولاد، فأرسل الله تعالى الملائكة إلى إبراهيم بأمرين. الأمر الأول أن تبشره بأنه سيرزق بأولاد، والأمر الثاني أن تخبره بأنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. جاء الملائكة في صورة رجال، إبراهيم جاءته الملائكة بالبشرى، جاءوا إليه يبشرونه أنك سترزق بغلمان، رزق بإسماعيل ورزق بإسحاق. فلما وضع لهم الطعام قال سبحانه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. الآن هم جاءوا في صورة رجال،
إلى الآن ما يدري أنهم ملائكة. وإبراهيم كريم، فلما جاءه هؤلاء الرجال مباشرة مضى وجاء بعجل حنيذ، عجل وهو ابن البقر، ووضعه لهم. فلما رآهم ما يأكلون خاف، قال ما دام هؤلاء ما قبلوا ضيافتي ماذا يريدون؟ سيقتلوني، سيعتدون علي، سيسرقون مالي، ماذا يريدون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم عليه السلام هو عم لوط، فمرت به الملائكة تخبره أنهم سيذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. مضت بعد ذلك الملائكة إلى قوم لوط في صورة شباب حسان، وكان قومه قد ابتلوا أنهم يأتون الذكران من العالمين، يقعون في هذه الفاحشة العظمى. فلما جاءت إليه الملائكة، امرأة لوط هي امرأة فاجرة وكانت من ضمن قومها العصاة، فذهبت وأخبرت قومها بذلك، فجاء قوم لوط إليه، لكن الله تعالى أهلكهم وأنزل الله تعالى عليهم أنواع العذاب. هذا أيضا من تصور الملائكة. من ذلك أيضا أن نبي الله تعالى داود كان قد كلفه الله تعالى بالحكم بين العباد، فكان أحيانا يحتجب عن الناس ويتفرغ للعبادة. يوم من الأيام جلس في محرابه يتعبد، فأرسل الله تعالى إليه ملكين. هذان الملكان جاء في صورة رجلين، فلما جاء إلى المحراب إلى مكان العبادة تسوراه من فوق، كما قال سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، وهم ملائكة، لكنهم جاءوا إليه يقولون: يا داود لماذا تحتجب عن الناس؟ والله تعالى قد جعلك حاكما وقاضيا بينهم. تسوروا المحراب، داود يصلي ما درى إلا وأمامه رجلان، كيف استطاعوا يدخلون؟ هم ملائكة لهم قدرات ليست للبشر. فلما جاءوا إليه وتكلموا معه ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. زكريا أيضا جاءته الملائكة. زكريا كان قد بلغ من العمر 100 سنة ولم يرزق بأولاد، وزوجته وصل عمرها إلى 90 سنة وهي عاقر. فرفع زكريا يديه يدعو الله تعالى، كما بين الله عز وجل ذلك لما قال سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نادى نداء خفيا لأن نوعية دعائه الذي سيدعو به استحى أن يدعو به أمام الناس. رجل عمرك 100 سنة وزوجتك عمرها 90 سنة وعاقر وتريد منها أولادا، لو سمعه الناس لضحكوا عليه. فلما أراد أن يدعو لم يجهر بدعائه، فنادى نداء خفيا، نادى ربه جل وعلا، وذكر 4 أسباب تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعائه. الأول: نادى نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ أنت دعوت دعاء خفيا، وهن عظمك واشتعل رأسك شيبا وامرأتك عاقر، ماذا تريد؟ أريد أولادا. كيف تريد أولادا وأنت بنفسك تقول إنك ما يأتيك أولاد وامرأتك عاقر؟ نعم، زكريا يعلم أن طلبه كبير، لكنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله، لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ولا يريد أي ولد واجعله ربي رضيا. ارتفعت الدعوات إلى السماء. قال الله: فنادته الملائكة. إذا الملائكة هم الرسل الذين يكونون بين الله تعالى وبين خلقه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع، نحن نعطيك ولدا له 4 صفات: مصدقا بكلمة من الله، معجزة، وسيدا في قومه، وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، نحن جعلناه نبيا ونبيا من الصالحين.
وفعلا بشره الله تعالى بهذا الغلام. أما نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم فله مع الملائكة ولأصحابه أيضا مع الملائكة من ذلك أعاجيب. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى معركة بدر، تعلمون أنه خرج لأجل أن يقطع الطريق على قافلة أقبلت من الشام. هذه القافلة ليس معهم إلا 1000 بعير ومعهم 40 حارسا فقط. وقد يقول البعض: كيف يا شيخ 1000 بعير وقافلة وليس معهم إلا 40 حارسا؟ نعم، ذلك لأنهم كانوا في السابق العرب من عادتهم أنهم إذا خرجوا من مكة مثلا إلى الشام سوف يسيرون ما لا يقل عن 2000 إلى 3000 كيلو، فيعلمون أنهم خلال الطريق يمرون بقبائل، كل قبيلة ممكن تعتدي عليهم وتقطع الطريق. فماذا يفعلون؟ يأخذون معهم مجموعة حراس من مكة يرعون الإبل ويقومون عليها قرابة 40 أو 50 حارسا، ثم كلما دخلوا حدود قبيلة يستأجرون منهم حراس 30-40 حارس يحرسونهم حتى ينتهوا من حدود قبيلتهم، ثم بعد ذلك حاسبونهم يمشون، ثم بعد ذلك يستأجرون من القبيلة التي بعدهم. فكانوا ما يحتاجون أساسا أن يكون معهم حراس كثير يأخذونهم من أصل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: هذه قافلة فيها 1000 بعير معهم 40 حارسا، وأصلا قريش قد اعتدت على أموالنا وأخذتها، وكل ما هاجر أحد من المسلمين أقبلت قريش واستولت على أمواله في مكة، تعالوا نقطع الطريق ونأخذ الأموال لقاء ما أخذ منا أساسا في مكة. فتجهز الصحابة لأجل قتال 40 حارسا فقط، ما علموا أن مكة ستخرج جيشا. بعض الصحابة أخذ معه قوس وسهمين أو 3، ما يدري أنه بقابل جيش. بعضهم أخذ معه خنجر، هي كلها 40 حارس، يعني ليست قضية. فلما وصلوا إلى هناك إلى موقع بدر، وبدر يبعد عن المدينة قرابة 160 كيلو إلى 200 كيلو، فلما وصلوا إلى هناك فإذا بالقافلة قد سلكت طريقا آخر، وقريش قد خرجت في 1300 مقاتل. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويرى أصحابه الآن 314 صحابيا أمام 1300. الصحابة ليس معهم إلا فرسان فقط، والكفار معهم 100 فرس. وتعرف أنت الذي يقاتل فوق فرس غير الذي يقاتل وهو على الأرض. الصحابة ليس معهم إلا 8 أدرع، والدرع هو القميص من حديد الذي يلبس، غير الترس الذي يتقى به ضرب السهام والسيوف. والكفار معهم 600 درع. شوف الفرق، هؤلاء 8 وأولئك معهم 600 درع لابسين الحديد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف أصحابه وضعف عدتهم وقوة أولئك، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، لأن هؤلاء 317 أو 14 هم نتيجة دعوة خلال السنوات كلها، وهم الصفوة يموتون الآن عادي. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، قال: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إذا يموتون هؤلاء ما يبقى أحد يعبدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكلما رفع يديه سقط رداؤه من على منكبيه، وأبو بكر يرفع الرداء ويبكي. قال الله: إذ تستغيثون ربكم، والنتيجة فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. ثم قال الله: وما جعله الله إلا بشرى. ثم قال بعد ذلك: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو يدعو وجاءته البشرى، التفت إلى جبريل التفت إلى أبي بكر، كان أبو بكر بجانبه، فقال: يا أبا بكر أبشر أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض يقود الملائكة، يثور منه النقع، يعني الغبار اللي بين السماء والأرض من شدة سرعة جبريل الغبار يتفرق يمينا ويسارا. ثم جاءت الملائكة وأمرهم الله تعالى بأوامر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طيب إيش المطلوب منا يا ربي؟ هذه أول معركة بين المسلمين والكفار. إيش المطلوب يا ربي؟ أولا فثبتوا الذين آمنوا،
ثبتوا قلوب المؤمنين، لأن خوف وفزع موت أمامهم. فثبتوا الذين آمنوا. طيب وأنت ماذا ستفعل؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب ماذا نفعل نحن أيضا؟ فاضربوا. كيف نقاتل يا ربي؟ علمنا. فاضربوا بأسلوبين القتال: فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول الله تعالى للملائكة: إذا ضربتم يا ملائكة بسيوفكم لا تضربوا البطن ولا تضربوا الرجل، لا، السيف لا يقع إلا على رقبة أو يقع على أصابع يقطعها حتى ما يقدر يشيل السيف. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول أحد الصحابة: كنت في بدر أجري وراء أحد الكافرين لأقتله، الكافر مسرع هربان والصحابي وراءه بسيفه. قال: وأسمع قائلا خلفي يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم. يقول ما أدري إيش حيزوم هذا، أقدم حيزوم أقدم حيزوم. قال: فلما رفعت السيف، وصل للكافر، رفعت السيف فإذا برأسه يطير. قال: فأدركت أن حيزوم ملك من الملائكة قاعد يركض ورائي معي، وملك آخر يقول له: عجل عجل أقدم أقدم. ولما أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسر وكان مع المشركين في ذلك الوقت، قيل كان قد أسلم وكان يشتغل للنبي صلى الله عليه وسلم مخابرات في مكة، فكان يظهر للكفار أنه كافر وهو مسلم، وقيل إنه لم يسلم بعد. فلما أسر وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسره؟ فقال واحد من الصحابة: أنا أسرته يا رسول الله. وكان الصحابي جايبه يعني مربط. فقال العباس نظر إلى الرجل قال: لا والله ما هذا أسرني. قيل له: فمن أسرك؟ ما دام ليس هذا الذي أوقعك في الأسر، فمن أسرك؟ فجعل يلتفت. قال: أسرني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم ها هنا، ما أشوفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: لقد أيدك الله بملك من السماء الرابعة. الملك هذا ترى هو اللي ربطه، جاء في صورة رجل وربطه، ثم جئت أنت وأخذته جائزا مأسورا. إذن هؤلاء الملائكة لهم أعاجيب مع المؤمنين، ليس فقط مع الأنبياء والمرسلين، بل حتى مع البشر، حتى مع الناس. في معركة بدر طلحة رضي الله تعالى عنه رمي بسهم، فلما رمي بسهم انقطع طرف أصبعه، فلما انقطع قال: حس، مثل الآن لو أنت لمست شيئا حارا أو كذا تقول أح أو أي، قال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو كان قلبك يعني معلق بحيث أنك أول ما تتفاجأ تقول بسم الله، لدل على أن لسانك رطب بذكر الله، وبالتالي تستحق أن الملائكة ما تصبر تمسكك وترفعك. لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه قام مرة يصلي فأخذ يرتل سورة البقرة. قال: فجالت فرسي، يصلي ويقرأ ألف لام ميم، يقرأ سورة البقرة، بجانبه فرسه مربوطة وبجانبه ولده يحيى صغير ونائم، والرجل يقوم الليل. قال: فجالت فرسي، جعلت يعني تحوس يمينا ويسارا وتتحرك. قال: فخفت على ولدي يحيى فسكت، فسكنت فرسي. قال: ثم قرأت فتحركت. قال: ثم قرأت فشعرت فوقي بأضواء وأنوار. قال: حتى خفت على ولدي يحيى فانتهى من قراءته. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، بين أنا البارحة في جوف الليل أقرأ أصلي إذ جالت فرسي ثم رأيت أنوارا. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن الحضير، اقرأ يا ابن الحضير، اقرأ، تلك الملائكة تنزلت لقراءتك. إذا الملائكة ممكن تتنزل أيضا على المؤمنين في صلاتهم وتقترب منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يبيت طاهرا، يعني يتوضأ ويبيت على طهارة، إلا بات معه في شعاره ملك، يعني بات بجانبه ملاصقا له ملك، كل من انقلب على جهة قال: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا الملائكة يا جماعة معنا في كل مكان،
وكما قال عليه الصلاة والسلام إن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، أو قال فليعتزلنا. لماذا؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. وأخبر الله تعالى أن المؤمنين يرسل الله تعالى عليهم حفظة، كما قال الله جل وعلا ويرسل عليكم حفظة. وقال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه ماذا يفعلون؟ يحفظونه. من الذي أمرهم؟ من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يعني المؤمن من أمر الله. يقول مجاهد ما من مؤمن إلا جعل الله تعالى حوله من الملائكة ما يحفظه من الجن، يحفظه من الأذى، يحفظه إذا نام. لذلك تجد الإنسان ينام في البر ثم لا تستيقظ وتجد قد دخل في أنفك حشرات ودخل في أذنك حشرات مثلا. تجد الحشرات قد تأتي على وجهك، تأتي على يدك، لكن هل استيقظت يوما فوجدت أذنك فيها نمل مثلا أو أنفك في داخله نمل؟ يقول مجاهد المفسر يقول إن الله تعالى قال عن نفسه ويرسل عليكم حفظة. حفظة يعني من الملائكة. الملائكة لهم أعداد عجيبة جدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام محدثا عنه قال البيت المعمور في السماء فوق الكعبة. البيت المعمور في السماء فوق الكعبة، يعني يعتبر بالنسبة للسماء في مركزها كما أن الكعبة في مركز الأرض. قال يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يا جماعة إذا كان كل يوم يدخله 70,000 ملك كل يوم، إذن كم سيكون عدد هؤلاء الملائكة؟ العدد العظيم جدا. الملائكة يحمون المؤمنين من الأذى. من ذلك أن أبا جهل قال يوما لقريش في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقريش أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يأتي محمد يسجد عند الكعبة وأنتم ساكتون، كيف تجعلون يفعل ذلك؟ كيف تسمحون له؟ أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال والله لو رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته بقدمي. سكتوا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل إلى الكعبة بيصلي. يلا يا أبا جهل أرنا بطولاتك التي ذكرت قبل قليل. كبر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وسجد، فأقبل أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحقق ما توعد به، فلما جعل يقترب ويقترب منه وكاد أن يرفع رجله والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد وأصحابه يرون البطولة، في هذه الأثناء فجأة صاح أبو جهل ووضع يديه أمام وجهه وجعل يرجع القهقرة، يعني يرجع إلى ظهره حتى وصل إلى أصحابه وهو متغير. قالوا له يا أبا جهل وين كلامك؟ أنت تقول أطع على رقبته، وأين هذا الكلام؟ قال والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. يقول كل هالأمور بيني وبينه ما استطعت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الملائكة والله لو دنا مني لنزعته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى الآيات أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ليش تمنعه يصلي؟ ماذا فعل لك؟ ماذا يضرك صلاته؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. وتوعده الله تعالى بالزبانية يعني في يوم القيامة. الملائكة عند حاجة المؤمنين يرسلهم الله تعالى لمساعدتهم. من ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما جعل ابنه إسماعيل وأمه هاجر زوجة إبراهيم، جعلهما في الوادي غير ذي زرع، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وتركهما، السلام عليكم، وذهب.
هاجر تنظر كيف يعني كذا في البر لوحدنا، يعني لا أنيس ولا جليس، ما أسمع إلا ما أرى إلا الحيات والعقارب وأصوات ذئاب. يا إبراهيم، تركها إبراهيم ومضى. طيب كيف أنا أبقى هنا؟ يا إبراهيم، ما رد عليها. يا إبراهيم، فما أجابها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ثم مضى إبراهيم. لما انتهى السقاء وعطشت وعطش ولدها وجف ثديها من اللبن، جعلت تجري وتسعى بين الصفا والمروة. في هذه الأثناء بعث الله تعالى جبريل. أقبل جبريل إلى إسماعيل، وإسماعيل يركض برجله من شدة العطش والحر فوقه، صبي في مهده ملقى في الصحراء في شدة الشمس، وإسماعيل يركض برجله من شدة العطش والجوع والحر. فأقبل جبريل وركض الأرض بعقبه، برجل جبريل ضرب الأرض، وقيل بجناحه، فنبعت زمزم. وأقبلت أم إسماعيل تحوطها بالتراب من شدة الفرح، تخاف الماء هذا أن تشربه الأرض ويذهب، فصارت تصنع له حوضا حتى تجمع تقدر تشرب. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لأنها كانت تجمع وتقول زم زم، يعني اجتمع اجتمع، فرحانة بالماء، زم زم، فسميت زمزم. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تفعل ذلك لصارت زمزم عينا معينا، كانت تصير زمزم نهر، ما يصير بس بئر، لكن هي من شدة حرصها تجمع، وإلا لو تركته لجرى وأصبح نهرا يجري. لو لم تفعل ذلك لصارت زمزم عينا معينا. وذكر كذلك الحافظ بن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ذكر عن الحافظ بن عساكر أن رجلا كان في دمشق، وكان يكاري الناس على حمار، يعني يؤجر حمارا للناس ينقلهم به من دمشق إلى الزبداني. قال: فركب معه رجل يوما، ركب هذا الرجل وقال له الرجل: أين تذهب؟ صاحب الحمار المسكين الذي يعني يسترزق من وراء حماره. قال: أين؟ قال: اذهب به إلى الزبداني. مضى به في الطريق، فلما كان في بعض الطريق قال له ذلك الرجل: خذ من هذا الطريق فإنه أقرب. فقال صاحب الحمار: أنا ما أعرفه، هذا الطريق جديد علي. قال: لا، أنا أعرفه، خذ منه. قال: فدخل من خلاله، فانتهى إلى واد سحيق فيه قتلى كثيرون. قال: ففزعت وأخذت أنظر وش المكان هذا الذي جئت إليه. فقال راكب الحمار: أمسك الحمار لأنزل. فأمسك الرجل الحمار، ونزل ذلك الرجل وربط ثوبه وأخذ سكين. قال: ماذا ستفعل؟ قال: أقتلك. كذا بكل سهولة؟ قال: أقتلك كما فعلت بهؤلاء. فإذا هذا أصلا مجرم ويعبث بهؤلاء الناس ويحتال عليهم ويقتلون في هذا المكان الموحش. قال: اتق الله، عندي أولاد. قال: كل هؤلاء قالوا ذلك. المهم فقبض عليه، فقال: طيب سألتك بالله دعني أصلي ركعتين أودع بها الدنيا بس. قال: صلي وعجل. فكبر الرجل يصلي، يقول: فأرتج علي القرآن، يعني نسيت القرآن كله. تخيل واحد بيصلي وفوق واحد بالسكين ينتظره يخلص صلاة، نسي القرآن كله، نسي الفاتحة، نسي كيف يصلي أساسا. فبدأ يحاول يقرأ، لم يستطع. قال: فأجرى الله على لساني: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: فقرأتها مرة ومرتين وثلاث وأربع، والرجل يطعن يقول: عجل عجل، يعني اخلص علينا، ورانا شغل، ورانا قتل وسرقة، عجل عجل. قال: فلما قرأتها الرابعة فإذا بفارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة رمى بها الرجل فقتله. قال: فقطعت صلاتي وتعلقت به، تعلق بالفارس. قلت: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالملائكة إذا آمن الإنسان بهم حقق الله تعالى له هذا الإيمان، وجعله الله تعالى موقنا بذلك مؤمنا به. ما هو خلق الملائكة وكيف خلقت ومتى خلقت؟
الملائكة خلقت قبل الجن والإنس، وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور. وأصل كلمة ملك من قول من كلمة ألأك، يعني أرسل. فأصل الملائكة أصلا هم رسل بين الله تعالى وبين خلقه، والذين كانوا يرسلهم الله تعالى إلى خلقه هم عدد من الملائكة، ليس فقط جبريل، أيضا هناك ملائكة أخر قد يرسلهم الله تعالى ببعض الحاجات، كما فعل الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف إلى مكة راجعا، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كذبه أهل مكة بعدما ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب، فيعني تعب عليه الصلاة والسلام، مات عمه عبد المطلب فتعب ومات عمه أيضا أبو طالب وجده قبل ذلك، فخرج يلتمس النصرة من الطائف. أقبل إلى أهل الطائف قال: يا قوم انصروني، أؤوني إليكم، تملكون العرب والعجم. فردوه وطردوه ورموه بالحجارة. رجع عليه الصلاة والسلام وقعد في ظل شجرة بعدما مشى قرابة 30 كيلو على قدميه من شدة الهم، فأرسل الله تعالى إليه جبريل وملك الجبال. فقال جبريل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. أرسل الله تعالى جبريل. قال جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال تأمره بما تريد. وسكت جبريل. الآن ملك الجبال يتكلم. قال ملك الجبال: السلام عليك يا محمد، إني قد بعثني الله إليك فأمرني بما تريد. ثم قبل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، ملك الجبال بدأ يقدم اقتراحات. الآن أنا جاي أنفذ كلامك، لكن عندي اقتراحات ممكن أقترحها عليك في أمور أفعلها بأهل مكة الذين أنت الآن خائف من الدخول عندهم، وقد خرجت من عندهم مغاضبا لهم وبترجع الآن إليهم مضطرا. قال ملك الجبال: وقد بعثني الله إليك لتأمرني بما تريد. ثم قال: فإن شئت، فيه يعني عدة اقتراحات لعلاج أهل مكة، من ضمنها: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان هما جبلان عظيمان حول مكة، فيقول ملك الجبال: أنا آمر الأخشبين ويضربون أهل مكة وينتهون. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، أنتظر وأتحمل، أستأني بهم لعل الله أن يخرج، ما قال أن يخرج منهم، يخرج من أبي جهل، يعني أن يسلم أبو جهل وأبو لهب. هؤلاء قوم عتاد فجار، صحيح أنك لا تيأس من إسلامهم، لكنهم كانوا بعيدين عن الإسلام. قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا يخرج عكرمة من صلب أبي جهل، ويخرج صفوان بن أمية من صلب أمية بن خلف، ويخرج جمع من أولئك كلهم يخرجون من آباء كانوا كفارا. فالملائكة الذين يرسلهم الله تعالى إلى رسله هم إما أن يكون جبريل وإما أن يكون غيرهم ممن يرسلهم الله تعالى إليهم. الملائكة لهم وظائف متعددة. من الملائكة من هم خاصون بتلمس مجالس الذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة فضل، يعني ليسوا مخصصين للعبادة، ليسوا مخصصين للمطر، ليسوا مخصصين للجبال، لا، فضل، لهم أعمال أخرى يلتمسون مجالس الذكر. قال: فإذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى غايتكم. قال: فيجتمعون فوقهم، يعني يجتمعون فوق المجلس حتى يعلو بعضهم على بعض. قال: فيصلون إلى السماء فيقول الله: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يريدون؟ يرجون الجنة. مما يخافون من النار. فيقول الله: أشهدكم بأني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. هذه وظيفة من وظائف الملائكة. من وظائف الملائكة القطر، وميكائيل عليه السلام هو المسؤول عن هؤلاء الملائكة، وليس هو فقط الخاص بالقطر، بل هناك ملائكة معه هم الذين يختصون بأمر القطر. وقد جاء في الحديث
أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا بينما هو يعمل في بستانه إذ سمع سحابة فوقه، سمع صوتا في سحابة فوقه يقول هذا الصوت للسحابة: اذهبي فاسقي بستان فلان ابن فلان. فتعجب: من اللي يأمر هالسحاب؟ فمضى يسأل عن فلان ابن فلان حتى وقف عليه ودخل عليه في مزرعته، وقال: يا أخي، أنا سمعت صوتا يقول للسحابة: اذهبي إلى مزرعة فلان واسقيها، أنت ما هي قصتك؟ ماذا تفعل؟ فقال: أما أنا فإني إذا جنيت ثمري أو حصدت الحب أقسمه إلى 3 أقسام. أما قسم فآكله أنا وأولادي، أمسكه في البيت آكله أنا وأولادي وأبيع بعضه لنفقتي، وقسم أتصدق به، وقسم أعيده في الأرض، يعني أبيعه مثلا وأشتغل بالمال في الأرض، أو أنني أغرسه حبا. قال: قسم آكله أنا وأولادي، وقسم أتصدق به، وقسم أعيده في الأرض. فقال له ذلك الرجل: بهذا بلغك الله تعالى ما سمعت. هذه من وظائف الملائكة. من وظائف الملائكة أيضا النظر في من يشهدون صلاة الجماعة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني هؤلاء يأتون في فترة الليل من بعد العصر إلى الفجر ثم يصعدون، في فترة الفجر ينزل المجموعة الثانية ويستمرون العصر ويصعدون، ثم تنزل المجموعة الأولى، يتعاقبون. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، فإذا صعد الأولون في صلاة الفجر ويستلم الآخرون، يقول الله تعالى لهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك. فيقول: وماذا يفعلون؟ فتقول الملائكة: تركناهم يصلون، والله احنا صعدنا لك وهم قاعدين يصلون. ثم إذا صعد الملائكة الآخرون اللي نزلوا الفجر وصعدوا العصر، يقول الله: من أين جئتم؟ فتقول الملائكة: جئنا من عند عبادك. فيقول: كيف أتيتموهم وكيف تركتموهم؟ فتقول: نزلنا وهم يصلون وصعدنا وهم يصلون. وهذا يا أحبابي من بركة حضور صلاة الجماعة، أن الإنسان يكون ممن تشهد له الملائكة بالصلاة. وفي صحيح مسلم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم الجمعة يجلس عند أبواب المسجد ملائكة بأيديهم صحف يكتبون الأول فالأول، ملائكة بأيديهم صحف يكتبون الأول فالأول. فإذا دخل كل إنسان بدأوا يكتبون، دخل فلان ثم فلان ثم فلان. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني من فوائد ذلك أن الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر اسمه غير موجود في صحف الملائكة. إذا تريد اسمك يوجد في صحف الملائكة، احرص على أنك تبكر على الأقل قبل ما يصعد الإمام المنبر. فإذا جئت بعد ما صعد الإمام المنبر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس وقام المؤذن يؤذن، أو جئت في أثناء نصف الخطبة أو في آخرها، اعلم أن اسمك ليس موجودا في صحف الملائكة. الملائكة لا تجلس تسجل الناس المتأخرين، تسجل إلى أن يصعد الإمام المنبر، يطون صحفهم ويجلسون يستمعون للذكر. وجاء في بعض الأحاديث في بعض الآثار أن المؤمنين إذا رأوا ربهم جل وعلا يوم القيامة، ونسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، إذا رأوا ربهم يوم القيامة يكون قربهم من ربهم بقدر تبكيرهم وقربهم من الإمام في صلاة الجمعة. هذا من فضائل التبكير إلى صلاة الجمعة. وذكر الزركشي قال: كان الأولون يبكرون إلى صلاة الجمعة، ومما أحدثه المتأخرون أنهم غيروا في ذلك. ثم قال الزركشي رحمه الله قال: ولقد حدثنا الأولون، يتكلم عن الصحابة، يقول: ولقد حدثنا الأولون أن أحدهم كان يخرج إلى صلاة الجمعة بيده السراج. تدرون يا جماعة إيش معنى بيده السراج؟
شوف التبكير، يعني يطلع إلى المسجد ويصلي الفجر في الظلمة، يرجع إلى بيته يأكل لقمتين وطالع للمسجد بيصلي الجمعة، ما بعد طلعت الشمس إلى الآن ظلمة. فلأن الطريق فيه حشائش، فيه حيات، فيه حفر، ليس مثلنا اليوم يعني طرق معبدة ومهيئة، يعني في مثل البر يسكنون هم، فكان ظلمة ويحتاج أن يخرج معه السراج يطلع إلى صلاة الجمعة قبل تطلع الشمس من شدة سباقهم إلى صلاة الجمعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، من جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أملح، من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. طيب واللي يأتي في الساعة السادسة بعد ما يصعد الإمام المنبر ما قدم شيئا وأصلا جاي متأخر. إذا كان الذي يأتي قبل صعود الإمام المنبر يكون كأنما تصدق لله في ذلك اليوم ببيضة، وأنت لو تعزم لك أحد وتحط له بيضة ولا دجاجة زعل عليك، فما بالك أن تقدمها لله. لذلك من فضائل ما عرفناه عن الملائكة أنها تجعل الإنسان يبكر، بدل ما تكتبك الملائكة دائما في صحفها في الأخير، اجعل الملائكة تكتبك متقدما عليها. الملائكة لهم خلق عظيم جدا نحن لا نستطيع إدراكه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش أذن الله لي أن أحدثكم عنه. اسمعوا العجب يا جماعة، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا يا جماعة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق 700 عام، إذن بقية الجسد كيف؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إن ملكا من حملة العرش، إن ملكا من حملة العرش قدماه في الأرض السفلى ورأسه تحت العرش، وهو يردد سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك. ولما وصف الله تعالى الملائكة قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم قال: عليها ملائكة. إيش صفاتهم؟ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل لما رآه كان له أجنحة، كما أخبر الله تعالى بذلك لما قال سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. طيب بس جناحين أو ثلاثة أو أربعة؟ لا، أكثر. يزيد في الخلق ما يشاء. الله تعالى طبعا هذه أشياء يا جماعة نحن لا نستطيع تخيلها، إنما نؤمن بها. وإلا لو أردت أن تتخيل جبريل له 600 جناح مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في هيئته، رآه مرتين، لأن من خصائص الملائكة أنهم يستطيعون أن يتشكلوا بأشكال، كما تشكلوا في صورة شباب حسان لما ذهبوا إلى لوط، وفي صورة بشر سوي لما تكلم مع مريم، كذلك لما أقبل يوما جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكل في صورة رجل. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.